بسم الله، من فضل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم بنات. حسب الطلب حبايب المتابعين المبتدئين، طريقة تغليفة هذه القصة المربعة، قصة صدر الرقبة، حفرة الرقبة مربعة، وطريقة التغليف مالتها بالقماش. هنا نقص قطعة على الرسمة مال الحفرة مال الصدر ونغلف بيها. بعد ما انتهينا من الحفرة حبايب راح نطبق طبقنا الحفرتين من طابقات. هنا بعد ما طبقت التغليفة عن الحفرة، وهذه استخدمت هذا اللاصق بالوجهين، دائما اشتغل بيه واغلف بيه الحفرة هالشكل. الابرة داخل القماش من توصلون الزوايا حبايب، داخل القماش وتفروها على مود تطلع الخياط عندكم مضبوط، يجي جرة واحدة هالشكل. وصلنا هذه الزاوية، هذا بعد استخدام طبعا اللاصقة بالوجهين داخل القماش الابرة، ونفر مكان الزوايا هالشكل. بعد ما انتهينا من خيار هاي حبايب بشكل، لاحظوا شلون خططت الزاوية، هاي لازم تنقص وبشكل مائل حبايب، حتى شنو من تجون تقلبون التغليفة ما تنجر عندكم وتبوظ هالشكل. بس دير بالكم مو تقصون الخياط، يعني لا تطلعون زايد على الخياط. هنا بعد ما قصيت الزوايا هاي رجعت خياط حبايب على التغليفة مو على الوجه. أنا دائما أحب الخياط المخفي، خصوصا الفساتين، يعني الشغل الملابس الطلعة. هنا تقدرون انتو تقلبوها وتدوسون عليها خياط خارجي عادي، أو تخيطون ترجعون عليها مرتين من الداخل. لاحظوا حبايب الزوايا، لاحظوا شلون قاعدة وما مجرورة وما مبوطة، هاي لأن قصينا الجوانب. هسه راح نكبس التغليفة. هذه استخدمت همين اللاصقة بالوجهين، أثبت بالقلبة على مود لا تنفتح. بعد ما ثبتت التغليفة حبايب لاحظوا الزوايا وعدالة الشغل وترتيب الشغل، وهذه النتيجة ولله الحمد. لا تنسونا باللايك حبايب، تعليقاتكم الحلوة حتى تعمل الفائدة لأكبر عدد ممكن، ومن الله التوفيق للجميع. طبعا التغليفة لازم تثبتوها حبايب لقط لأن تنفتح بالغسل. ولهنا ينتهي الفيديو، مع ألف سلامة بأمان الله وحفظه.